الديل ديال سوينغو بغيت نعقب عليهم بجوج مع كل احتراماتي لهاد الناس بجوج اللي كيهضروا فائلات. انا ما كنعقبش على الاشخاص، كنعقب على الافكار. كيامن العالم حقوق الانسان وحريه التعبير لا معنى لهم الا كنتي ضعيف. والحرب الاخيره على غزه هي اكبر دليل على هذا الشيء اللي كنقول. محتل كيدير عمليه تطهير العرقي في شعب اعزل، تماما نفس الاحتلال اللي دار في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه واستراليا قرون هذه، اللي الشعوب الاصليه ديالها حاليا تقريبا انقرضوا، وحتى حد ما قدر يدير والو ذاك الوقت، وحتى حد ما قادر يدير والو هذا الوقت، لا منظمات حقوقيه لا دول لا والو. في نظركم علاش؟ اسمع هذه المعلومه تقدر تجاوبك على هذا السؤال. هاد الطياره اللي كتشوف سميتها الاف 35. هاد الطياره صنع امريكي، دول قلال في العالم اللي كيمتلكوها، منها الصهاينه. اسرائيل تقدر تضرب بها سوريا، العراق، الاردن، لبنان، مصر، السعوديه وتركيا وبلا ما يعرفوا الضربه منين جاتهم، حيتاش ما كتشدش في الرادار. السؤال اللي غادي يجي في بالك، علاش هاد الدول كاملين ما عندهمش هاد الطياره وحتى هما يقدروا يدافعوا على راسهم؟ ببساطه لانه امريكان ما بعتهاش لهم. عرفتي دابا الجواب على السؤال الاول، علاش حتى شي واحد ما يقدر يدير والو؟ الفيلم في المعرفه هي القوه. امريكان باش تصاوب هاد الطياره مئات الا ما قلناش الالاف من المهندسين والعلماء حطوا العصاره ديال المجهود المعرفي ديالهم باش يصاوبوها. هاد العلماء وهاد المهندسين حتى هما واحد الوقت كانوا اطفال وكانوا مراهقين دايخين ما عارفينش اشنو يديروا في حياتهم، كيف ما انت الا كنتي مراهق كتفرج فيا. وغالبا عمرهم تخيلوا انهم يساهموا في هذه التحفه التقنيه اللي قلبات موازين القوه في العالم. ماشيش نقول لك في هذا الفيديو خاصك تولي عالم، لا، ولو انه ممكن تولي عالم، ولكن تنقول لك خاصك توعى المشكل الاصلي فين كاين، ومعرفتك بجهلك هو اول طريق للمعرفه. وباش تعرف الجهل ديالنا فين واصل، خليني نتقاسم معك هذه المعلومات. براءات الاختراع، عدد الدراسات والمقالات العلميه المنشوره، مؤشر البحث والتطوير، عدد الباحثين لكل مليون مواطن، ترتيب الجامعات في العالم، الجوائز الدوليه في العلم والادب اللي منها نوبل، هادو كاملين ترتيب ديال الدول العربيه فيهم مخزي مقارنه مع الصهاينه ومع الدول المتقدمه. مثلا في براءه الاختراع، الصين عندها اكثر من 1,300,000 براءه اختراع في عام 2018، في حين اول دوله عربيه في هذا المؤشر اللي هي السعوديه يلا عندها 1078 براءه اختراع. وطبعا الصهاينه دائما متفوقين على العرب في هذه المجالات كاملين. شوف غير عدد العلماء اللي كينتميو دينيا لدوله اسرائيل شحال كاينين في جوائز نوبل مقارنه مع العرب والمسلمين، راه فرق كبير. واش عرفتي شحال انت بعيد جدا على انك تحل المشكل؟ ما حدك ضعيف، ما حدك غادي تبقى تاكل التصرفيق بكل حقره وبكل تقبل. ملي تنقول لك المعرفه ما بغيتكش تحس براسك فات عليك الحال بلي البركه في الوليدات، لا، هذا اكبر غلط اللي كيخلينا واقفين في بلاصتنا. ما بغيتش نقطع السوينغا في الاول ديال الباتي الهضره ديالها، حيت كنت متفق معاه على هذه النقطه هذه، وانا غنكون انا هو الانسان المتشائم ونرجع للكومونتير اللي كتبت. كنظن بانه الجيل اللي فات عليه الحال، وبالجيل اللي فات كنعني اي جيل كبار من الجيل ديالي، ميبي ميلينيالز هو الجيل ديالي، اللي موراهم جاو جينزي. ميلينيالز ميبي حنا مازال فينا شويه ديال الامل، ونعاود نهضر شويه على البلان هذا، ولكن اي واحد عنده اكثر من 40 عام للفوق فاقد فيه الامل. مع كل دابا الا قلت هاد الهضره بنادم، انا عارف بانه الحقيقه كتضر، ولكن الا خدينا احصائيا احصائيا فهمتي، ما كاينش شي عالم فين غادي يمكن تبدل العقليه وتخلي هاد الناس هادو ينتجوا لك شي مجتمع احسن في الوقت اللي مازال لهم على هاد الكره الارضيه هادي، وبتراكمات ثقافيه ماشي المعرفيه، لا معرفيه والمغالطات التاريخيه وزيد اللي جامعينا. المعرفه اللي كنقصد بهضرتي هي جوج اشياء. الاولى هي المعرفه اللي كتعطينا القيمه المضافه، اللي هي المعرفه اللي كتمكنك دير شي خدمه باش تنتج شي حاجه اللي عليها الطلب وبنادم يخسر عليها فلوس وباش يشريها، وهذه راها في كل شي المجالات بدون استثناء. شي مثلا تكون صباغ وحريفي وكتكون خدمتك وعليك الطلب حيت انت حريفي، راه هذه معرفه اللي غادي تعاون في حل هذا المشكل. حين صباغ حريفي كيتقن خدمته غادي يولي عليه الطلب كثير اللي ما غاديش يقدر يوفر راسو، فغيضطر يفورمي الناس وغادي يخدم مع ايكيب، وغادي يولي عنده شركه ولا عنده طموح، غادي يبدا يريكروتي الناس اكثر وغادي يبدا يطور من المجال ديالو ويقدر يولي نافس عالميا. وهذا الشيء اللي غادي امباكتي هو وغادي امباكتي المجتمع ديالو وغادي امباكتي الدوله كامله اقتصاديا. وطبعا هذا السباق باش يوصل لهذا النيفو خاصو ولا بد من غير انه كيعرف عرفته ومتطور فيها وعارف اخر التقنيات ديالها، وانما عنده معرفه اخرى ولا بد لا تقل اهميه، واللي هي المعقول، الكلمه يجي في الوقت، المبادرات،
التعاطف مع الناس، بزاف الاشياء اللي كيسميوهم المختصين بلي سوفت سكيلز، واللي سماهم الملك محمد السادس في خطابه الاخير الجديه. وهادو راهم بالارقام عندنا قلال، اللي كيخليو الانتاجيه ديال الفرد الانسان العربي والمغربي قليله بزاف مقارنه مع الدول القويه. وهذا الشيء اللي قلتو على الصباغ قيسوا على جميع المجالات الممكنه، الطب، الهندسه، المحاماه، التعليم، التنجر، الحلاقه، اي حاجه ممكن تخيل. المعرفه الثانيه هي الانفتاح على العالم، واللي كيسميوها الناس بالثقافه. عرف ناس جداد، عرف مواضيع بعيده عليك، كون فضولي، تفرج في مسارح، حضر السينمات، قرا كتوبه، تعلم لغات جداد. هذا الشيء كامل كيعاون بزاف باش تكون شخص منفتح وعندك قدره ابداعيه عاليه في المجال اللي كدير فيه القيمه المضافه ديالك. والقرايه في المدارس راها اساس في هذا الشيء رغم العيوب ديالها. خلينا من ديك الهضره ديال وراه فلان خدا الدكتوراه ديالو ما قدا بها والو، وراه فلان خرج من ابتدائي، وراه عشمان خدا الدكتوراه ما قدا بها والو. حسيت براسي مقيوس، عطاني بحال سبني انا. ولا مليونير. وقصص النجاح اللي من هذا القبيل اللي كتسوق ليها بطريقه سامه راه كاين بزاف ديال الناس اللي ما داروا والو حيتاش ما كملوش قرايتهم ببساطه لانهم اكثر جهلا، ما عندهمش لي زوتي باش ينجحوا. وللاسف الشديد صراحه كنت غنقول بقى فيا السوينغ، ولكن يبقى فيا راسي حيت انا تنقول هاد الهضره هادي ديما وما ما بقى فيا واخا هكاك، تيبقى فيا من شي واحد كيقول تقريبا نفس الهضره اللي كنقولوا، وانا عارف وهو عارف بانه لا حياه لمن تنادي. كنشوفوا ولادنا في المغرب جايين لشهرين ما قراوش، وكنحس باللي غير ما كنزيدوا نغرقوا في هذا المستنقع الجهل اللي كنغرقوا فيه بشويه بشويه دون توقف. وواخا يكون بيناتنا انسان عنده المعرفه وباغي يخدم، الا ما لقاش معاه من راه صعيب يخلق ديك القوه اللي في بأوبا عندي دكتوراه في بأوبا كندويو عليها. والقضيه فعلا معكله ومعكله بزاف، ولكن ممكنه. غادي يجي داك النهار اللي غادي نهزو فيه راسنا الا وعينا لهذا المشكل. الاباده الجماعيه اللي كانت في القرون اللي فاتت مستحيل تكرر، والتاريخ علمنا انه مصير كل احتلال هو الزوال، ومصير كل قوم وعبل الجهل ديالو هو المجد. هذا الفيديو كامل كتختصروا آية في سورة الرعد اللي كتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقدر ما عمرك مازال تشوف المحتوى ديالنا إلا تابونيتي. تهلا. نون يا داكشي لايف نيوز مع نيوتن، سوينغا مع ايدوين، ولكن الساطا شحال عنده ديال لي زابوني؟ 1,300,000. بعيد عليا الساطا. هبطتي لي كومونتير غتفقد الامل تماما. مي انا نقول لكم شنو اللي تيخلي ان عندي الامل. تيخلي عندي الامل هو انه واحد الهضره ما قالهاش سوينغ، ولكن هي واحد الحقيقه كيخليني انني ما فاقدش الامل، هو انه ما محتاج انك تقنع كل شيء، وما محتاج انك تنهض فكريا بكل شيء. كما كان المجتمع تيبقى واحد ماشي واحد لاماس اوموجين، تيكون ولا بد ايتيروكليت. هذا المجتمع هذا فيه ناس اللي مثقفين بزاف، ناس اللي مساكن مقاتلين مع الوقت، ناس اللي ما فحالهمش، ناس اللي فحالهم. المهم هو ستاتيستيكمون المجتمع ديالك كي داير احصائيا. ولا بغيتي تبدل لا موين، الا بغيتي تبدل المعدل الاحصائي ديال المجتمع، ممكن انك تطلع كاع الناس اللي تحت الفوق، الشيء اللي غيكون صعيب بزاف، ولكن يكفي ايضا انك تحدك واحد شويه ديال الناس اللي هنا تجيبهم هنا، حيت هادو اللي هنا الا جاو لهنا غيجاو لا موين من لهنا لهنا، واخا هما قلال. مع انه ما كنظنش بانه في الجيل ديال والدينا باقي هذه القضيه ممكنه، ولكن كنظن بانه في الجيل ديالنا والجيل اللي طالع ممكن انك تقنع واحد النخبه انها تجا معها الناس كاملين. هذا هو الحاجه اللي كتخليني انه تنقول كاين شي امل. الهضره اللي قال سوينغ انا متفق معها كليا، واصلا ماشي غير متفق معها، هذا الشيء قلناه في الستائم. ومني كنا كنهضروا على المشكل اللي واقع كنا تنقولوها في الستائم. تنقول لكم بانه هذا البكاء وهذا الشكا وحقوا علينا وهذا ما عنده حتى معنى، ما تبقى تبكي حتى الغدا. ما عندك غتاكل، ما عندكش ما غتاكلش، عندك غيسمع لك المجتمع الدولي، ما عندكش ما غيسمعش لك المجتمع الدولي من الاخر. وعندك اقتصاديا وثقافيا وعسكريا خص يكون عندك في كل شيء. It's as easy as that. And so ما عرفتش انا فهمتي هادشي اللي تنقولوا، وهذه هي الحاجه اللي اقتنعت بها، هي انه لا داعي لانك تحمق راسك. علاش ما كنجاوبهمش في الكومونتيرات؟ ماشي حيت انا متكبر،
الا رجعتي سنوات غتلقى كنت كنبقى نحاول نقنع بنادم في كومونتيرات، وكنت كندوز مع شحال من ساعه مع انسان واحد، حيت كانت عندي ديك الفكره ديال انه ربما غنقنع غير هذا الانسان هذا، ولا قنعت غير الانسان هذا هابح. بس اكشولي نو، لو روتور سور انفستيسمون ديال شحال ديال الوقت كتضيع في محاوله اقناع واحد الشخص مع شحال ديال الناس يمكن لك تامباكتيهم اللي اصلا ديجا غاديين في واحد الطريق صحيحه، ويمكن لك تزيد تدفعهم يمشيو في واحد الطريق صحيحه احسن. فهمتي؟ مختلف بزاف. اذا من الاحسن لك انك تفوكاليزي على دوك الناس اللي غاديين في طريق صحيحه، وتحاول تزيد تجدهم طريق صحيحه احسن، اون اسبيرون انه تكون لا ماس ديالهم كبيره بزاف باش تفوت واحد لا ماس كريتيك، داكشي ديال لاكسيليراسيونيزم، وتجد معاك المجتمع كامل بحال هكا. وهذا الشيء مثلا ملي كنشوف شي دول، نقدر نكون غلط في مستقبل السعوديه، نقدر نكون غلط، ولكن كتبان لي السعوديه غادي في الطريق. بلاصه اخرى كتبان لي غادي في الطريق هي الامارات. ملي كنشوف مثلا الامارات الطريق اللي غادي فيها في هذا الطريق هذه، تصور الامارات من ليدين كونتريز في الاي اي حاليا من ناحيه التوفير ديال لي مويان ديال لا بويسونس دو كالكول ديال اللعيبات. الامارات اصلا واحد الحاجه واحده اخرى هي الدين. هو شي واحد تويتش سولني اصلا صعيب انك تهضر على الدين، وكما هضرتي على الدين ما غتعجبش واحد الناس. اول حاجه انه كاين واحد الحقد ديال واحد الفئه ديال الناس في المجتمع اللي كيعتبروا بانهم هما الوحيدين اللي عندهم الحق انهم يهضروا على الدين، وانهم يناقشوا الدين، مع علما انهم هاد الناس هادو باغيين ان الدين يكون عنده تاثير على جميع مناحي الحياه. سو الا درتي ا بلس بي كيعطيو راسهم هما الحق باش انهم يهضروا على الدين، وباغيين ان الدين يكون عنده تاثير على المجتمع كامل، اذا كيعطيو راسهم هما فقط الحق باش يهضروا على المجتمع كامل. ولكن الا ما سمعناش هاد الناس هادو جينا يهضروا على الدين، انا ما كنظنش وهذه ربما مثلا يقدر نوستيك ما يتفاهمش مع هذا، ما كنظنش بانه التدين ديال المجتمع هو مؤشر ديال التاخر ديالو ولا ديال التقدم ديالو. ربما كاين واحد لا كوريلاسيون صغيره ما بين التدين المفرط، ولا ما نسميش التدين المفرط، نسمي بيتو التشدد في الدين، وما بين تاخر المجتمع اذا كان متشدد في الدين بزاف كتلقى متاخر اونكور سي با توجور فري. ولكن اللي كنظن هو انه كاين واحد ديبانس على الدين. لما كنظنش اخاي في القلب ديال الامر هذا الشيء يمكن نطبقوا على مجموعه ديال الاديان. كنظن انه كاين واحد المشكل في الاصل في التعامل ديال الناس مع الدين الاسلامي في المغرب مقارنه مع التعامل ديال دول واحده اخرى مع الدين ديالهم. ما كنهضرش على الدول اللايكيه مثلا فرنسا وهذا. مثلا خدينا اسرائيل كدوله، الطريقه ديال التعامل ديالها دوله يهوديه. اسرائيل كدوله عندها الدين ديالها اللي هو اليهوديه داخل في التعاملات، في الثقافه، وحتى في الاسس ديالها. نقدر نقول لك بحال اللي الاسلام داخل عند المغرب ولا داخل عند شي دوله واحده اخرى. غتقول لي ولكن اسرائيل دوله علمانيه. شنو هو الاساس ديال الصهيونيه؟ الناس بلا كيسمع الصهيونيه كيسحبوا الهدف ديالهم هو انهم ما عرفت شنو يديروا. الهدف الاساس ديال الصهيونيه هي بناء دوله لليهود. دونك الا باز انت باني بلادك على هذا. علاش كدوله واخا انت غتقول بانها ماشي دوله، ولكن في القانون الدولي كتعتبر كدوله وكنتبع القانون الدولي. علاش اسرائيل كدوله عندها اكبر نسبه ديال جوائز نوبل في العالم؟ عندها واحد من اكبر جي دي بيز، يعني الناتج الداخلي الخام بارابيتون في العالم. عنده واحده من اكبر النسبه ديال المتخرجين من المدارس العليا في العالم. علاش عندها هادشي كامل؟ عندها واحده من اقوى العسكر في العالم، وهي دوله جد متدينه. كنظن بانه كاينين جوج حوايج اللي تيخليو بانه في اسرائيل ما كاينش المشاكل اللي كنشوفوها عندنا حنا. الحاجه الاولى، وهذه القضيه هذه هو ماشي المشكل اللي عندنا هو انه الناس كيصليو ولا انه الناس كيزكيو ولا انه كاين الحشمه. هادو ماشي مشاكل، هادو كنظن بانهم بالعكس حوايج اللي كتعاون على تناسق المجتمع وكتعاون ان نزيدو قدام. وكنظن ان هذه حوايج اللي مزيانه. الا جينا نكونوا براغماتيين خصنا واحد الهويه مشتركه لاننا نلتحموا حولها. وهذا المشكل فهمتي، هو انه كتزيد خطوه لقدام وترجع جوج خطوات للور. فهمتي، كتخترع شي تويشيه وخاصك عاوتاني دوز شهرين وانت كتقاتل مع واحد باش ما ياخذلكش لابورس ديال البحث ديالو على بول الباعث. فهمتي، كتمشي تستوى الدواء ديال كوفيد
ب20 مليار من اوروبا، وخصك تخسر 20 مليار واحد اخر باش تقنع بنادم ياخذ الدواء ديال الكوفيد وما يمشيش ياخذ البوليس باش يداوي راسو. كدير شي ايتود على الكونسير وخاصك في نفس الوقت تقاتل مع بنادم اللي تيقول لك الكونسير مؤامره صهيونيه. هذا هو البلان الاول اللي في نظري مفرق بيناتنا. يعني ماشي علمانيه ديال انك تكون واحد الدوله اللي تتنسالخ على كل شيء وما ما عندها حتى شي هويه ثقافيه ولا حتى شي هويه دينيه ولا حتى شي حاجه، ولكن فقط في الامور المهمه تكون معقول. واحده من الحوايج واحده اخرى نقدروا نهضروا عليها هي الفكره اللي ولات كتعوج مؤخرا ديال انه خص المغرب ما يبقى دوله اللي ما فيها شائبه ونديروا كلشي بنوك اسلاميه ونبعدوا على لا بنك سنترال واللعيبات وهذا، علما انه ما كاين حتى شي تجربه ناجحه ديال شي دوله معتمده 100% على بنوك اسلاميه، وان الاقتصاد العالمي كامل معتمد على السيستم ديال تريجريز ولي طو دانتيري وبزاف ديال الحوايج. يعني وانه اي حاجه درتي ها ولا غادي تقطع راسك من التواصل مع هذا الاقتصاد العالمي كامل. يعني فكره اللي حرفيا كتعني انتحار اقتصادي ديال الدوله. ولكن في وقت اللي خاصنا نحاولوا نفتحوا وناخذوا ما يمكن اخذوه من العالم الاخر اللي فايتنا، اللي معاك كي جاك اللوض وخاصك بعدا تقاتل معاه وتقنعوا بانه اتس اوكي انك تخلص الكائدي ديالك، اتس اوكي انك تسلف، حيت ان فيت هكا كتبني الكابيتال وهكا كتبني الاستثمارات ديالك وكذا وكذا وكذا. شي المشكل يعني اون لا دوبل بين، عندنا المشكل ديال اننا متاخرين، وعندنا المشكل ديال بحال دابا انت في شي حفا، دابا انت في الطوموبيل ديالك اصلا مخاشه وانت في واحد الحفا ولا بون ديال بحال هكا وانت كتكسي غير باش تطلع من هذيك الحفا، ولكن معاك واحد اللوض تيشد لك الطوموبيل بحال هكا وما خليكش تزيد دير هكا وشاد لك الطوموبيل وتيجي وسي اسي ديفيسيل، حيت بغينا ولا كرهنا كيبقاو هذوك الناس منا وجزء من المجتمع ديالنا وما كرهناش اننا نزيدو كاملين. الحاجه الثانيه اللي كنظن بانها كاينه فوالا، الحاجه الثانيه اللي كنت باغي نقول ان مثلا كاين عند دوله بحال اسرائيل وما كايناش عندنا، كيستعملوا الدين كوسيله وماشي كغايه، ماشي كوسيله ولكن كسبب باش انهم يخدموا، باش انهم يزيدوا، باش انهم يتقاتلوا، باش انهم يوصلوا، باش انهم يعاونوا الناس اللي بحالهم، باش انهم يديروا. حنا كنستعملوا الدين كغايه. شنو كنعني بكغايه؟ يعني كتبقى متكي ولا بنتك الا كنتي بنت، ديس وازنت زعما شي ترانسفوبيك جوك ولا شي حاجه، فهمتي؟ النهار كامل منين تهضر معاه يقول لك ولكن احنا الاسلام، احنا فايتين كل شيء، احنا العرب، احنا اللي اخترعنا كل شيء، هذوك مساخطين عليهم، فهمتي؟ يوم القيامه غادي يوقع عليهم وغير هذا. ولكن اون اتوندون هو تيخدم وانت مدلب لك، فهمتي؟ هادشي كنعني كسبب وماشي كوسيله. حنا كنستعملوه، عندنا ديك الفكره ديال انها وسيله باش اننا نبرروا الفشل ديالنا، عوض انها تكون سبب باش اننا نوصلوا للنجاح ديالنا. وفي الاخر ملي كتحفل شي واحد تيقول لك الدنيا هذه غير تجعيبه وعامره غير بالوسخ، حنا كنتسناو الاخير. كاينه القضيه ديال هاد القضيه هذه ديال مثلا كاينه دول وحده اخرى وكاينه دول وحده اخرى ضدك وكاين كذا وكاين كذا، انا ما متفقش معاها. علاش؟ حيت اي دوله عندها مشاكل مع دابا حنا كنهضروا على واسرائيل صاحبي مقاتله مع الحزق كامل اللي داير بها، ما كتحمل حتى واحد داير بها وما كيحملها حتى واحد داير بها. دابا المشاكل اللي عند المغرب مع الجزائر غتكون اكثر من المشاكل اللي عند اسرائيل مع فلسطين والاردن وليبيا ولبنان ومصر. باش تعرف بانها انا كنت كنقول مع راسي واش شنو النسبه ديال العامل الانساني اللي كتلعب، واش بزاف واش قليل واش هذا. احسن مثال تلقى على هذه اللعبه هذه هي كوريا. منين تقسمات كوريا ما بين كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه، نفس الشعب نفس الناس قسمتيهم لايك اتس اكسبيريونس اون بلان اير، قسمتيهم هاد النص هذا بقى في واحد السيستيم، هاد النص هذا بقى في واحد السيستيم، او بو دو بضع عشرات السنين لتحت ولا واحده من اكثر الدول تقدما في العالم، والفوق
مازال كيصحابهم بانه نهار تولد رئيس ديالهم كان هبطوا النجوم على الارض. هذا هي زعما الخلاصه ديال هاد الافكار باش نبنيو على الفكره ديال خونا السوين قال لي بنى على الفكره ديالي على باز. مي صراحه السوين كان ناضي ما نكذبوش على الله. اي برافو عليك اخاي. كنظن بانه فكريا وهذا غيكون قريب بزاف للطريقه اللي كنفكر بها والطريقه باش فاهم انا الاشياء. بديت هو ايطون العدد ديال الناس اللي متبعينه هذا ما تيقدش يقول كل شيء، صوت يكون شويه داك الشيء عنده ايدولكوري كي تيقولوا. انا ربما عندي واحد الحريه اكثر، وانا ماشي حظ 100% انني نهضر، فهمتي؟ حتى واحد ما حظ. مي ملي كتشوف يعني الهضره ديالو الهدف ديالو كتبان بانه السيد عنده واحد الغيره على البلاد وكيتقصح حيت كيشوف واحد الناس خارجين على البلاد وكذا. and that's it.